السلام عليكم اعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في شهوة كلثوم. اليوم غادي نحضر معكم لازان بدون فرن وفي ساعه كتوجد، يعني ما كتاخذلناش الوقت بزاف، حيت دائما نتوما عارفين لازان خص تسلقوها وخص تقادوها باش نخشيوها في الفران. دونك هاد الطريقه اللي حضرت معكم اليوم سهله وفي ساعه كتوجد. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه. هنا في الطنجره درت البصله محكوكه وواحد جوج بصلات محكوكين والثومه والزيت البلديه والملحه. انا ما وريتكمش من الاول حيت باش ما نطولش عليكم الفيديو. المهم نشحرهم. على ما تشحر لي داك البصله قطعت لازان هكا كما كتشوفوا، قطعتها طروف. غادي نحتاج لا كريم فريش، غادي نحتاج هنايا الزبده باش نصايب بيشاميل، وفرينه جوج معالق كبار الفرينه والحليب. عندي هنا ربعه ديال الكفته. غادي نحتاج مطيشه الحك عينكم ميزانكم، وعندي هنايا زلافه ديال الفرماج محكوك. من بعد ما تشحرات لي البصله مزيان، تحمرات لي مزيان، غادي نضيف ليها الكفته. غادي نحاول نحركها مزيان باش تتحرك مزيان مع داك البصله اللي حمرت في الطاوه. على ما تشحر لي داك الكفته غادي نوجد لها صوص بيشاميل. ضفت معلقه كبيره د الزبده وضفت جوج معالق كبار ديال الفرينه في القرعه مع الحليب. غادي نحركها مزيان باش ما تجيش محرده، تجي سهله ما تاخذيناش حتى هي الوقت. صافي كنضيفها نكبها على داك الزبده وما كنحبسش من تحرك الكفته. بعد ما تشحرات غادي نزيد لها مطيشه ديال الحك، وغادي نزيد لها قياسي ديال الماء، وغادي نخليها غير بدا تغلى. غادي نرمي لها لازان. ندوزو للبيشاميل نكملوها. من بعد ما قصحت شي شويه غادي نزيد لها الحليب حتى كنحصل على الخليط اللي بغيت ولا مع التحراك. صافي غادي نضيف لها شويه ديال الملحه، ونضيف لها لا كريم، نحركها مزيان غير بدا تغلى. غادي نطفي عليها لاصوص. من بعد ما غلات شي شويه غادي نزيد لها شويه ديال الهريسه، وغادي نزيد عليها هاد لازان اللي قطعت، نحركها مزيان ونخليها طيب. نغطيها ونخليها طيب واحد 15 مينوت. من بعد ما طابت غادي نزيد عليها البيشاميل اللي حضرت معكم والفرماج. صافي نخلطوها مزيان كما قلت لكم، يعني سهله في التحضير ما كتاخذلناش الوقت بزاف. صافي من بعد كنقدموها في الصحن، كنزينها بالفرماج. كتجي لذيذه ما تشبعوش منها، والطريقه مختلفه كما قلت لكم على الاخرى اللي عارفين. كنتمنى تعجبكم وبالصحه والراحه.